الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم وما به من مشاكل بين الملاك والمستأجرين. وأنا قلت بعلق في تعليقات بتجيلي، وأنا يعني القانون ده أنا كمحامي خصوصي يعني يهمني إن هو يعني يصدر. عندنا قضايا وعندنا ناس بتجيلنا وبتحكي لنا على المقاس اللي هم بيقاسوها، وبتجي لنا على القناة حاجات يعني حزينة جدا. وقلت الناس دي في ناس مثقفة جدا، دول ولاد ناس الملاك اللي هم ورث الملاك. دلوقتي الملاك بيقولوا صوتهم بدأ يعلى، خطبوا رئيس الجمهورية وبيخاطبوه بينشدوه لغاية دلوقتي، ومصممين على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا بحل هذه المشكلة. طيب بيقولوا ايه؟ الملاك بتقول: يا دولة الكرامة، يا دولة الكرامة، لما العالم كله يغلي الإيجار القديم إلا مصر، لماذا؟ ليه بقى؟ هم بيقولوا ليه؟ لوجود حيتان وجبروت متحكمين في ميراث الملاك لقهرهم وسلبهم بقانون استثنائي مضى عليه 70 عاما، بنيت آلاف المساكن ولم يزل هذا القانون يطبق. وما بيقولوا الحاجة الاستثنائية يبقى لها سبب. هل بقى القانون الاستثنائي دوت بقاله 70 سنة سبب الاستثناء بتاعه ما جاش عشان يعني يتغير ويتعدل؟ تعدى عليه 70 سنة، ولا في ناس كبار متحكمين في هذا القانون ومش عايزين يصدر ومستفيدين منه؟ قال لك لوجود حيتان متحكمين في ميراث الملاك لقهرهم وسلبهم بقانون استثنائي. معنى استثنائي لزوال السبب. هل 70 سنة بنيت الآلاف المساكن ولم يزل السبب موجود، ولا تعنت واضح من مسؤولين يريدون استغلال الملاك ومساومتهم على أملاكهم وأكنهم ورثة معهم؟ وقالوا إيه كمان؟ إن هذا لا يليق بنصوص الشريعة والدستور ولا العقل ولا الدين ولا نواميس العالم كله إلا في مصر. لماذا؟ فهمتوا؟ ولا نعيدها تاني؟ نعيدها تاني. الناس بيقولوا الملاك كل الإيجارات، بالمعنى كده كل الإيجارات في العالم غليت، الإيجارات القديمة إلا في مصر. ده ليه؟ قال لك لوجود حيتان وجبروت متحكمين في الميراث عايزين يسلبوا الملاك لقهرهم وسلبهم بقانون استثنائي. يعني قانون استثنائي يعني في سبب لصدور هذا القانون. بيقول لك لغايه بقالنا 70 سنه وهو استثنائي، السبب ما زالش وبنيت آلاف المساكن، ولا هو تعنت واضح من المسؤولين. وقالوا في نهايه كلامهم: هذا لا يليق بنصوص الشريعة والدستور ولا العقل ولا الدين ولا نواميس العالم كله إلا في مصر. لماذا؟ عايزين قانون يا جماعة يا مجلس النواب. الناس بدأت حسها يعلى، والناس بدأت يتكلموا علينا، فمش عايزين حد يتكلم ويقولوا مش عارفين يطلعوا قانون أو مش عارفين ينظموا قانون. إحنا عايزين قانون موحد اسمه قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، قانون يشمل الإيجارات المساكن، يبقى قانون واحد. مفيش حاجة اسمها قانون قديم وقانون جديد. ما ينفعش دولة تمشي بقانون قديم وقانون جديد. يا مجلس يا نواب حل المشكلة، واللي ليه مصلحة شخصية يرجنها على جنب، مصلحة البلد أهم. انتوا معاكوا أمانة والناس أمنوكوا أمانة، انتوا اللي بتشرعوا. وبقولها تاني: الملاك يستنجدون بالسيد رئيس الجمهورية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار هذا القانون وتوجيهاته بإصداره بأقصى سرعة لرفع الظلم عن الملاك. وشكرا.